تحياتي للجميع ومبارك عليكم شهر رمضان. حابة أحكي عن موضوع دايما ما يثار الجدل فيه، واللي هو عمل المرأة. وأي مرأة، حصرا النساء اللي هم بأمس الحاجة إلى عمل لحتى يعيلوا أطفالهم، من أرامل، من مطلقات، من زوجات شهداء. فدايما هدول النساء نحن بنجي نتعاطف معهم ونأمن لهم ناس تدعمهم، ولا نأمن لهم مساعدة مادية، لكن لفترة معينة وننساهم. وهذا الشيء طبعا دايما ما يخلي هدول النساء عرضة للاستغلال والتحرش والابتزاز. مثلا نوصلها مع منظمة تصير تاخذ منها سلة غذائية بشكل شهري، وممكن يطلع لها ناس قليلين ضمير فبيقعدوا بيستغلوها بهاي السلة الغذائية. وأنا بعرف كثير من الحالات اللي تم استغلالها وابتزازها عن طريق هذه السلة الغذائية. شو المانع من إنه المرأة تعتمد على نفسها وتشتغل، خصوصا اللي ما بيكون عندها معيل؟ رح أضرب لكم طبعا عدة أمثلة، ورح أبدأ من نفسي. اليوم أنا لما بيخلص عقدي مع منظمة، مع إنه إلي باع طويل في العمل مع المنظمات، لكن ما بتواصل مع أي إنسان وبكسر نفسي وأحكي له إنه إني بحاجة شغل، حتى لو كنت قاعدة بلا شغل. لو خلص عقدي بجيب ألبسة ببيعها وأنا في بيتي. وين المشكلة؟ شو الغلط بالموضوع؟ ما أنا عندي طفل لازم أصرف عليه، ولا غيري من النساء عندها ممكن يكون عدة أطفال برقبتها وبحاجة أنها تصرف عليهم. فأنا ما بشوف في أي مشكلة في عمل المرأة، يعني تشتغل وتعتمد على نفسها أفضل ما تكون عرضة للابتزاز والتحرش والاستغلال من الناس اللي بلا أخلاق وبلا ضمير. رح تقولوا لي ممكن مطلقة لكن طليقها بيدفع نفقة. قديش النفقة اليوم يا جماعة؟ نفقة ما بتتعدى 100 ليرة تركي بالشهر على كل ولد. 100 ليرة قديش بتكفيكم مصروف؟ والله ما بتكفي يوم واحد. طيب وباقي الشهر شو رح تعمل؟ تروح تشحد ولا تتدين من هون ومن هون؟ لأيمتى؟ أما انتوا لها داعم كيف لها شهر شهرين سنة، وبعدين هي المرأة اتعلمت تكون عالة على المجتمع. هي المرأة تعلمت انه تكسر نفسها وتذل نفسها لتتدين من عند هاد وهاد، ولا تطلب. فاحنا شو استفدنا؟ والله كسبنا خطيتها. بس دامك ما قادر تصرف على امرأة أو تكفلها مدى الحياة، فلا تجي تتكلم وتقول اقعدي بالبيت وأنا رح أمن لك مساعدة مادية، لأنه هي المساعدة المادية ممكن ما تكفيها خلينا نقول شهر ولا شهرين. وبعدين ليش نحنا دايما نحاول نعطيها سمكة، ما نعلمها كيف تصطاد وكيف تجيب لقمة عيشها ولقمة عيش أطفالها؟ ممكن تكون متزوجة لكن زوجها عنده إعاقة ولا مريض ولا ما بيقدر يشتغل. وين المشكلة يا جماعة إذا اشتغلت؟ رح أضرب لكم مثال ثاني. إحدى الأخوات زوجات الشهداء اللي كانت عرضة للاستغلال أو الابتزاز، كانت لازم تستلم كفالة يتيم. حددت لها المنظمة اليوم المعين، لكن مثل ما بتعرفوا انه في انسان بيكون مسؤول عن الكفالات. فهذا الانسان اللي هو بيسلم الكفالات اتصل عليها وقال لها ما رح سلمك الكفالة الا لما اشوف وجهك، وهي منقبة وقاعدة بالعدة. كيف تشوف وجهها؟ بأي حق؟ فراحت سوت له بلوك واستغنت عن الكفالة. هي الإنسانة لو ما لقت حواليها أقارب
يصرفوا عليها وعلى بناتها كانت ممكن ضعفت قدام أولادها، وممكن خلته يشوف وجهها. ونحن بنعرف إنه النساء بيضعفوا قدام أطفالهم، وبتعرفوا قديش من النساء بتتحمل وبتصبر، لأنه بتقلك أنا أولادي بيكسروا ظهري. فيا جماعة خلينا نكون واقعيين، نحن اليوم بحالة حرب. هاي المرأة بدل ما تحبسها بالبيت، كلنا ترى بنحلم إنه يكون عنا الزوج اللي يقدرنا ويحترمنا ويسددنا إذا بدك، وما نشتغل وما يحيجنا إنه نطلع ولا نشتغل. بنحلم لأنه وصلنا لمرحلة تعبنا. ولا تفكروا إنه المرأة اللي عم تشتغل إنها مبسوطة إنها تاكل أولادها كل يوم من الساعة 7 الصبح للساعة 4 بلا أكل وبلا طبخ، وقاعدة عم تشتغل لحتى تيجي تقدم لهم آخر الشهر مصروفهم من مأكل وملبس وغيره وعلاج وغيره. خلونا نكون واقعيين. أنا بحترم نخوتكم وبحترم إنه إحنا شعب جديد دائما يساعد، دائما يخلي المرأة ما تحتاج شيء. لكن يا جماعة إحنا اليوم عم نعيش ظروف استثنائية، عم نعيش ظروف صعبة. المرأة اليوم بحاجة إنها تشتغل لحتى تعيل أطفالها لو ما كان في زوج. بتمنى إنه تكون فكرتي وصلتكم، وبتمنى يكوني إني ما كنت عم بالغ، ولا والله العظيم إني دايما بتقصد إني وصل لكم الفكرة، ودايما بتقصد إني أحكي الواقع من خلال معرفتي بكثير من النساء اللي اليوم هي بأمس الحاجة إلى شغل، بأمس الحاجة لتصرف على أطفالها. شكرا كثير لكم، وإن شاء الله صيامكم مقبول يا رب.